معرفش ليه، بس في ناس كتيرة قوي منا بتعتبر ان اي حد بيصلي قيام الليل بيبقى شيخ، او مثلا بيبقى متدين قوي، او ان هو بيصلي بقى بالساعات كتير ومتعظ قوي ما بيغلطش. بس محدش عارف ان قيام الليل هو اجابة وسر كبير قوي مش كتير منا يعرفوا. عارفين الاسئله اللي بتيجي في اخر الليل والمشاعر، الاحساس بالوحده من الرغم ان ممكن يكون في ناس حوالينا كتير قوي. عارفين احساس الوجع اللي بيبقى من قلبنا بقى، اللي هو مش عارفين له حل وبنحاول كل حاجه فيه عشان نبعده وبرضه مش راضي يروح. والدعوات اللي مثلا ممكن نفضل نبقى عايزينها بس اوقات كتيره قوي مش بنطلبها. يعني مثلا ممكن تقول ايه ان انا عايز كذا، بس مش بنطلبها بالطريقه اللي بنطلبها من ربنا. يعني في ناس ممكن تكون اللي هو ايه، هما قاعدين مع صحابهم كده اللي هو انا عايز كذا، بس ما فكروش ان هو الحاجه دي مش بعيده عنك، او الحاجه دي مش مستحيله ان هي تجيلك. بتاع ان في ناس كتير قوي حاسه ان محدش سامعها اصلا، وان مهما عملوا او مهما عيطوا بالليل او مهما كانت المشاعر والدعوات اللي بيدعوها بقالهم شهور ما بتستجابش. مش بيبقوا فاهمين السبب او مش بيبقوا عارفين ايه بقى اللي بيحصل. كل ده يا جماعه السر في قيام الليل. بالليل ده يا جماعه الدنيا لما بتهدى وربنا بينزل السما كده، والناس المفروض تكون نايمه، عشان كده ربنا حتى اللي هو ايه، جعل الليل نسكنوا فيه، فاهمين؟ اللي هو المفروض بقى ننام يعني، والنهار نصحى ونشتغل ونكمل يومنا. عشان كده الناس اللي قلبه وقتها دي أنا مش عارفه بتعملوا كده ازاي. المهم ربنا لما بينزل بالليل بينزل لسما الدنيا يعني، ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. الوقت ده يا جماعة والله العظيم أجمل وقت إن إحنا نقعد مع نفسنا كده ونرفلكت. عارفين المديتيشن أو الوقت اللي انتوا بتقضوه بقى، أنا عارفة إن في كتير مننا ما بيعملش مديتيشن، بس اللي هو لو في حد بيعمل مديتيشن أو يوجا، الصلاة أنا بحسها استغفر الله يعني، طبعا أنا مش بشبه ده بده، بس أنا بتكلم اللي هو راحة نفسية. ولو عملتوها صح صدقوني صدقوني مش تبقى راحة نفسية بس، هتبقى زي ما بيقولوا كده حل لكل مشاكلكم، هتبقى استجابة لكل دعواتكم، وهتبقى حرفيا راحة لكل حاجة قلقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بقى ايه غافر له كل حاجة، اللي هو يعتبر يعني ما بيغلطش، بس يعني اللي هو بشر زينا، بس حرفيا من كتر ما ربنا جعله عظيم احنا حرفيا بنتعلم منه كل حاجه. يعني احنا شايفينه المثال الاعلى وسبحان الله يعني ما بيقولش مثلا لفظ او بيعمل فعل يأذي بيه اي حد. سيدنا محمد من الرغم ان هو كان عامل خير في حياته كلها، كان بيفضل واقف ويصلي قيام الليل لغايه ما رجليه تورم. انتوا متخيلين الفكره؟ هل بقى يا ترى بيبقى مثلا عايز حاجات؟ لا، هو الرسول سيدنا محمد كان يعني مش عارفه تخيلوا التعب ده، تخيلوا التعب ان هو يفضل واقف يصلي 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 لغايه ما رجليه توجعه. ولما السيده عائشه سالته انت ليه بتعمل كده يا رسول الله؟ يعني ده انت الرسول. بشكر ربنا على الحاجات اللي هو عملها لي. يعني قيام الليل مش بس للي عنده ذنوب، يعني في ناس كتير قوي برضو بتحط قيام الليل في منطقه اللي هو ايه، انا عملت حاجات كتير قوي وحشه في حياتي فانا هضطر اعمل قيام الليل. ده كمان للشكر، للقرب من ربنا، للمحبة، للبركة في حياتك والرزق في حياتك. يعني حرفيا كده انت كأنك بتبني حاجة، علاقة سبيشل اكتر من اي حد تاني مع ربنا. ومش لازم بجد، مش لازم تكوني محجبة ولابسة الحجاب علشان تعملي حاجة زي كده، مش شرط تكون بتصلي كل الصلوات في وقتها، مش شرط تكون ما بتغلطش. بامانه انتوا قيام الليل ده اعتبروها روتين، جزء من روتين يومكم. وصدقوني جربوا كده اسبوع واتنين وهتلاقوا فرق، والله ما اقدرش اقول لكم فرق كبير قوي. ابتدي برقعتين قبل الفجر، يعني بس جرب كده. وفي الرقعتين دول انا دايما بحس ان وقت الفجر ده اكتر وقت انا ببقى مثلا مكتئبه وكل حاجه بجد، اوقات كتير قوي تبقى كل حاجه مقفوله في وشي. بخصص الوقت ده ان انا ادعي واعيط واشتكي وافضفض بكل حاجه في قلبي.
وانا في السجود حقيقي بحس كده اللي هو ايه، بطلع حتى كمان يعني عارفين اللي هو نفسيا بعتبر ان أنا كل حاجه وقعت في السجود والله، لا كل الهم اللي هو ايه. وبعد ما اعيط واريح شويه على سجاده الصلاه اللي هو خلاص كده، خلاص كده انا منتلي، انا خلاص كده الحاجات دي محلوله، الحاجات دي اي حاجه انت طلبتها هتتحقق، اتحققت بقى بعكس الحاجات اللي انا عايزاها، ده كده معناه انها اتحققت، وربنا بيبعد عني الشر من الحاجه دي اللي انا كنت عايزاها. انا متاكده ان كل واحد فينا عنده حاجه جوه قلبه نفسه يقولها لربنا، ومتاكده ان في حاجات احنا جوانا محدش في الدنيا دي يعرف عنها حاجه، ولا حتى اهلنا ولا حتى اخواتنا ولا صحابنا. في كده اسرار جوانا، في حاجات مش بنبقى عايزين نعترف بيها، في حاجات بنبقى خايفين نطلبها، في حاجات خايفين نقولها اصلا. الحاجات دي يا جماعه انا بقول لكم اهو، اعتبروا ان صلاه القيام الليل دي اعتبروها الثيرابي سيشن. مش احنا دايما في ناس كتير قوي تبقى معهاش فلوس تدفع للثيرابي سيشن، اعتبروا ده الثيرابي سيشن، وفضفضوا اتكلموا وطلعوا كل حاجه. يعني لو في حد معاك في الاوضه روحوا اوضه تانية، يمكن الدعوه اللي هتغير حياتك كلها مستنياك في ركعتين بالليل. فيمكن اللحظه اللي بجد قلبك مستنيها عشان يرتاح فيها هتكون وانت ساجد لوحدك والدنيا ساكتة وقلبك هيرتاح يعني يا جماعة بجد احنا عقلنا بيفكر كتير قوي الفترة دي، والهم بيزيد، والابتلاءات دلوقتي الفترات دي صعبة قوي. فحاولوا ما تقفلوش في ريسورسز حواليكوا، عارفين فقيام الليل هو ريسورس ربنا اداهولنا عشان نستخدمه، فما تضيعوش زي ما بيقولوا كده opportunity من قدامكم، وبجد روحوا له. ربنا قال وبالأسحار هم يستغفرون، فيمكن انت تبقى من الناس اللي ربنا يحب يسمع صوتها بالليل ويبقى دايما مستنيها، علشان حتى كمان يبقى في بركة قوي يا جماعة في حياتكم، ويبقى في راحة. غير كده مع السلامة يا جماعة، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة من الفرايداي سيريز. مع السلامة.